وأنا في ممشى قباء نتمشى به نوصل للمسجد حسب البرنامج تاعي، حتى صادفت محلات كثيرة تبيع الذهب، وأصبح برنامجي غير مبرمج. أيا قلت ندخل ونستفسر على الأسعار ونوع الذهب المنتشر بكثرة هنا في السعودية. هيا تشوفوا معايا واش لقيت. يلا نكملوا يلا. فلوس كاين بزاف هنا محلات تاع الذهب. السلام عليكم. اسعار الذهب نقول لكم، شوفوا الذهب اخواتي تاع السعوديه. ما شاء الله. بكم سعر للغرام؟ 400. 400 ريال. والقيراط لا يختلف. 21 كله 21. كله 21. ما شاء الله. سمارة 400 تحز 2,400 بالجزائرية. وين من الجزائر؟ من الجزائر نعم. نعم والله. حياكم الله. أنا حسب ما أعرف أنه الجزائريين زبائن كثر للذهب هنا في السعودية. لا بس الجزائريين يحبون الذهب الجزائري. الذهب لأن الجزائري الجزائري ذهب ثقيل، عيار 18. هنا عيار 21. علاه 18 أفضل من 21؟ أنا 21 أحسن من 18. أحسن إيه. لأن الذهب خفيف لين على طول ينكسر معك. أما الجزائري ثقيل يجيك زي كذا. معناها مخلط بالنحاس أكثر. نسبة النحاس فيه أكثر من. لما تبيعه تخسر فيه. كي هذا تشتري غالي شوي وتبيعه غالي. ايوه لان الذهب صح، هذا ذهب خالص. وانتم عندكم فكره ان احنا اللي هي في الجزائر نبيعوا، معناها ممكن نشتري الذهب كيف نقول مستعمل. ذهب مستعمل. ايه ذهب مستعمل مو حلو. يعني عندكم في غش اكثر شيء، الغش. لا نشتريه من عند الذهب. ممكن مثلا امراه كانت عندها مثلا مشاكل احتياجات ماليه تروح تاخذ الخاتم تبيعها للذهاب. ذلك الذهب ما يذوب الخاتم. معناها يعاود يغسلها ويعرضها للبيع بسعر اقل من السعر الجديد. يعني يستفيدوا. بالطبع يستفيد. يشتري منك انت رخيص ويبيع الواحد ثاني اغلى شوي، لكن بسعر اقل من الجديد. ايوه يعني هذه الفكره هذه موجوده هنا في المحلات في السعوديه؟ هنا لا هنا لا. معناها انت اذا تشتري ذوب مباشره. اي مباشره اشتري منك الحين ذهب جزائري صح؟ خلاص اكسره. ما ابيع لاحد، اكسره وخلاص اسويه شكل ثاني نفس الاشكال هذا 18 21. ما شاء الله ما شاء الله. معناها كل منطقه وثقافتها. احسن ذهب سعودي. ما شاء الله. احسن ذهب ما شاء الله. احنا عندنا اللي هي في المنطقه احسن ذهب نشتريه هو الذهب الايطالي. الايطالي غالي عيار 18 ما يجيك 21 18 هذاك هو احسن ذهب. نفس هذه الاشكال شوف قريب من هذه الاشكال الايطالي شفت. هذه ابو كور نفس هذه قريب، هذه يسمونه زي الايطالي. ما شاء الله. هذا مصنعينته اغلى من هذه الاشكال. هذه على طول تنكسر لان الذهب خفيف. هذا ما شاء الله ذهب ثقيل. كله 21. كله بس خفيف. فهمتك. فهمتك. ما شاء الله. اخي بارك الله فيك والله يعينك. وياك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سوي لنا اعلان حق المحل. معليش المحل هذا اسمه هو اخوتي اسمه مؤسسة نسمة قباء للذهب والمجوهرات، وصاحب المحل انسان ما شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. هذا المحل هذا جاء في ممشى قباء الى مسجد قباء مباشرة. نعم. تهلاو اشتريوا من عنده خوتي. الله يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم.